السلام عليكم وصلي على النبي وتعالى دلوقتي هعلمك ازاي تعيش في حياتك التوكسيك جوه الشغل. تعالى بقى اي حياه مهنيه دلوقتي بقت توكسيك جدا. انا هتكلم عن حياتي المهنيه كشيف، بس الكلام اللي هقوله ده ينطبق على كل الوظائف، ولو خدت بنصيحتي صدقني حياتك هتتغير 180 درجه وهتدعي لي. بس الاول اتاكد ان تعمل اشتراك معايا في القناه وفعل زر الجرس وتعالى اما اقول لك. اول حاجه، اياك تعترف بغلطك قدام مديرك. واحد هيقول لي طب ما احنا متربيين طول عمرنا عن الاعتراف بالحق فضيله. اقول لك صح، بس الفضيله دي كانت بتقول لنا حكاوي زمان في الراديو. بس دلوقتي حياتنا بقت جوه الشغل بقت توكسيك جدا، وبقت الناس فعلا متربصين، وحتى مديرك ممكن يتربص بيك عشان يعمل لك اخطاء، عشان لا مؤاخذه كده في الكلمه يركبك. وفي الاخر لو انت عملت اللي غير اللي انا بقول لك عليه ده هتلاقي نفسك بتتاكل وبيتحط عليك في الشغل. طيب احنا قلنا اول حاجه ما تعترفش بغلطك. ازاي؟ يعني من الاخر انت عامل مصيبه، اي مصيبه، اي مصيبه في الشغل كلها اسمها غلطات. مديرك واللي تحت منك ومدير مديرك والمدير العام بيعمل غلطات، فمش انت وحدك اللي بتغلط. فلما تروح لمديرك تقول له الغلط او يواجهك بالغلط ويعمل معاك تحقيق او انفستيجيشن، قول انا غلطت وهنصلح الغلط ده بكذا، لكن ما تعتذرش. ما تفضلش تقول اول مره يا ريس ومعلش يا ريس ومش هتتكرر تاني اكنك سارق سرقه. لا، غلطت، هنعمل كذا عشان نصلح الغلط، وان شاء الله في المستقبل الغلط ده مش هيكرر تاني. بس نقطه ومن اول السطر. لكن انت تروح مطاطي راسك باصص في الارض اكنك بتدور على حاجه، لا، ساعتها ما تلومش الا نفسك. طيب انا الموضوع كبر، اعمل ايه؟ الموضوع كبر اسبوعين وهيتنسي. بس لو انت وزميلك مشتركين في نفس الغلط بس زميلك ده اقل شويه، بلاش تجيب سيرته. ليه؟ عشان ما تعملش سبوت وتحس ايه ان الموضوع تشعب. لا. طب لو زمايلي عرفوا اعمل ايه؟ والله لو زميلك عرف وجاي بيقول لك يا معلم انا عرفت ان انت غلطت في كذا وكذا وكذا وعملت ايه يا معلم وايه الدنيا دي، قول له يا باشا طب انت ايه مشكلتك اللي انت عملتها وطلعت منها؟ عرفني كده يمكن اتعلم. وقولها له كده بطريقه، لف السؤال عليه. من الاخر حتى زميلك، حتى لو هو بياكل معاك في طبق واحد، حتى لو هو بتروحوا مع بعض وتيجوا مع بعض، هيفضل زميل شغل مش اخوك ولا صاحبك. فبعد اذنك بلاش تحكي حتى لزمايلك. من الاخر غلطاتك خليها لنفسك، ما تحكيهاش لصاحبك او زميلك في الشغل. ليه؟ عشان ما تدخل وتقعد تقول ايه، اصل الكلاينت عمل، اصل هو قال لي، اصل زميلي قال لي، اصل مش عارف زميلتي عملت. لا، انت كده بتدول الارضيه وبتحط نفسك في موضع شبهه، وشويه شويه هتلاقي الموضوع بيوسع. لا، كل ما الموضوع بيضيق اسبوعين ثلاثه وهتلاقيه اتنسى، حتى لو انت عملت جريمه في شغلك. فانا دي نصيحتي ليك. قول لي بقى ايه اكبر غلطه عملتها في حياتك؟ اكتبها لي تحت في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم.